ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. النهارده فيديو جديد. حطي بقى اللايك للفيديو. بس قبل ما نبدأ طبعا في اي حاجة، يلا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده واحنا بنعمل الروتين بتاعنا هدردش كده معاكم في حاجه مضايقاني جدا، وفي حاجات كتير بسطاني. بس اللي مضايقني يعني انا مش فاهمه انتوا، يعني الناس اللي بتضايقني دي، يعني انتوا بتضايقني وليه؟ او مثلا بتحبوا ان انتوا تكتبوا تعليقات سخيفة ليه زيكم؟ يعني الناس سخيفة بتكتب تعليقات سخيفة زيهم بجد والله. انا اسفة طبعا في كلامي، بس انا فعلا يعني انا اساسا ولا ليا علاقة بحد ولا ليا اختلاط بحد، وفي حالي. يعني انا اساسا من ساعة ما بدأت اليوتيوب وانا في حالي جدا يعني. بس المهم ان انا حتى اي وجهة نظر بقولها باحترام. اي نقاش ما بيننا بنتناقش باحترام. عمري ما تعديت على حدود اي حد ولا تعديت على اي حد في الكلام ولا في اي حاجة. انا بحب الناس اللي تتابعني تكون ناس محترمة زي ما انا، الحمد لله الحمد لله، ومتابعيني محترمين. بصوا بقى، انا دلوقتي هتكلم عشان اوضح شوية حاجات. انا في الفيديو اللي انا جيت عملت فيه لماما الشقة والكلام ده. بصوا مبدئيا كده انا نفسي اوضب لماما الشقة من بدري. ماما بترفض، ماما بترفض، اقسم بالله ماما ما بترضى اعمل لها اي حاجة في شقتها. لما بجيب لها حاجة جديدة بتديها لاخواتي. ده مبدئيا دي ماما اصلا يعني. ماما ما بتحبش اي تجديد او اي حاجة في حياتها جديدة. هي بتحب حياتها زي ما هي وما بتحبش تغير في اي. فجيت اتكلمت معاها بصراحة، قلت لها يا ماما انا دلوقتي محوشة مبلغ انا شايفة ان انتي اولى بيه مني. يعني انا اصلا المبلغ ده انا كنت ناوية اجيب بيه تكييف هنا في الشقة وكده. قلت لا مش هجيب حاجة، انا اولى بيهم الفلوس دي ماما. لان الشقة عندها عايزة تتبيض بياض. هي كانت الشقة عايزة تتبيض وبس كده اللي انا كنت عايزة اعمله. وان انا اجيب لها بس ايه ركنة او كنبتين جداد وخلاص. فكرة ان انا الفكرة دي انا عندي من زمان الزمان، اقسم بالله من قبل ما افتح القناة اصلا وانا نفسي اعمل لماما الكلام ده من زمان. الاقي بقى متابعين سخيفة تخش انتي بتقلدي شروق علام. ده مشروع شروق ايه؟ مشروع شروق علام انا بجد مش فاهمة. يعني انا مع احترامي لشروق، الشروق دي بني ادمة محترمة ويوتيوبر مؤدبة. بس فانا مش فاهمه بجد فكره ان اصل انت بتقلديها. اصل انت هو في يا جماعه احنا دلوقتي في مجال اليوتيوب احنا اساسا نفس المحتوى. يعني انا وغير الناس يوتيوبر كتير قوي. احنا محتوى روتيني، محتوى يوميات. ده يعني ده كلنا كده. اللي هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا هتلاقيه هنا، هو نفس الحاجه يعني، هو نفس. بس هي الفكره ان انت بتحبي شيماء، بتحبي مثلا مثلا واحده تانية، بتحبي شروق، بتحبي دودو، بتحبي دنيا. في يوتيوبر كتير، في يوتيوبر كتير. انا عن نفسي اول ما فتحت اليوتيوب وكنت بتابع، انا كنت بتابع اسرار المطبخ مع سمر، وكنت بتابع دودو شانل ودودو كيتشن. دول كل الناس اللي انا متابعاهم. وبصراحة ما بقتش اتابعهم عشان انا برضو بقى عندي قناة وبقيت واخدة وقتي وعيالي وبيتي وكده. شروق انا تقريبا اتفرجت لها على كام فيديو بس، اقسم بالله اقسم بالله وحياة اغلى حاجة عندي انا ما بتفرج على فيديوهاتها غير كل فين وفين. يعني ممكن لو جالي فيديو كده بالصدفة عجبني ديكور هي عاملاه، عجبني حاجة، لكن انا ما بتابعش قنوات بشكل دائم ان انا اخش لازم اشوف القناة دي بتعمل ايه لا. انا ممكن اشوف حاجه ان انا استفيد منها، مثلا اشتريت حاجه جديده. بحب انا قوي كده ان انا اشتريت مثلا مشتريات جديده، عملت ابتكار، مثلا جابت حاجه بديله لحاجه، الحاجات دي بحبها قوي. مثلا جابت ستيكر رخامه. انا بحب يعني شروق ان هي فيها الدماغ دي، ان هي بتجيب حاجات جديده استبدال بحاجه، بتجيب ديكورات جديده. ده اللي انا بيعجبني في شروق برضو. فلكن كمتابعه انا مش متابعاها، بالذات ان انا اساسا مش متابعاها متابعة يعني اللي هو دايما اول ما تنزل الفيديو ان انا اتفرج عليه. ولا اي حد دلوقتي بقيت اعمل كده فيه، لان انا مش فاضية. انا اصلا مش فاضية اهرش. فاللي هو انا اشوف دي هي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، وان انا مثلا خدت الفكره منها ان انا اوضب شقه امي. اقسم بالله اقسم بالله ابدا. انا شقه امي دي اساسا نفسي اوضبها لها من قبل ما افتح اليوتيوب ده اساسا خالص خالص. وهي اللي كانت بترفض. يوم لما مسكت فلوس في ايديا خلاص وان انا ماما انا هعمل لك كذا، خلاص قالت لي بصراحة انا نفسي اغير الكنبة عشان الكنبة هي كانت اصلا مضايقاها. يعني الكنبة ما كانتش مريحاها. ده السبب الوحيد اللي خلى ماما انها توافق اصلا ان انا اغير لها في اي حاجة في الشقة. حاجة تانية، انا دلوقتي مثلا قلدت يوتيوبر مثلا على اليوتيوب، تمام. طب انا معاكو قوي. ايه المشكلة طالما انا مقلداها في حاجة يعني حاجة كويسة؟
يعني مثلا هو التقليد ده في حاجة وحشة؟ لا، ده التقليد ده في حاجة كويسة، ان انا مثلا بفرح امي، ان انا بساعد امي، ان انا عملت لها حاجة فرحتها، ان انا عملت لها حاجة جديدة في بيتها. ده لو افترضنا ان احنا بنقلد، خلاص احنا بنقلد اهو في حاجة كويسة، مش بنقلد في حاجة وحشة. ده لو على اساس ان انا بقلدها خلاص. انا قلدت في حاجة وحشة، مثلا قلدت في حاجة مسيئة، قلدت في حاجة مثلا في شغل، كلام على الأعراض، وكلام في البيت، وكلام في أسرار البيوت، وأنا اتطلقت، وأنا اتجوزت، وأنا انفصلت، وأنا مسكت في جوزي، وأنا ضربت في جوزي. لا، أنا بتكلم عملت حاجة كويسة، ما عملتش حاجة وحشة. ليه الهجوم للناس معينة؟ ليه بتهاجموا؟ ليه متضايقين؟ ليه مفروسين ان انا عملت لامي حاجة؟ انا مش فاهمة. بلس ان في ناس كتيرة جدا، ناس محترمة، ودخلت شكرتني وقالت لي الفيديو جميل، وبجد ذوقك حلو قوي، وان انتي كتر خيرك ان انتي عملتي كده، يعني في زي ما ناس كتيرة جدا محترمة، في قلة قليلة لسانهم عايز يتقطع، لسانهم ده عايز يعرفين. يعني اقول ايه، والله مش عايزة اغلط، ولا مش عايزة يعني اتعدى في الكلام، بس فعلا ناس ملهاش اي صلة بالاحترام، بجد والله. الناس اللي بتخش تكتب تعليقات مش محترمة. سيبكم من التقليد والشروق ومش شروق، لا، طريقة الكلام اصلا. في ناس تخش تقولك ايه، ناس سخيفة كده، اللي هو ياه، هو انتي لسه عارفة ان شقة ماما عايزة تتوضب؟ طب وانتي مالك؟ انتي مالك يعني؟ انتي مالك؟ انا هسيبكم لربنا، وحسبي الله ونعم الوكيل في اي واحده بتدخل تقولي تعليق مش حلو بقله ادب. اي انتقاد انا على راسي بحطه على راسي، لكن قله ادب وتجاوز في الكلام انا مش مسامحه ابدا، وحسبي الله ونعم الوكيل. واي ناس محترمه اتعاملت باحترام وانتقدت باحترام، وكل الناس اللي محترمه اللي عجبها الفيديو انا بشكركم جدا بجد على تعليقاتكم. وبصوا بقى، انا خلصت دي الكلمتين اللي انا كنت حابه ان انا اتكلم فيهم. بصوا، اوضه اياد من اكتر الاوض اللي انا ما بحبهاش في الشقه اصلا، يعني هي هما اوضتين، اوضتي اكتر اوضه بحبها، اوضه اياد ما بحبهاش لان هي مكتومه وما فيهاش اي مصدر تهويه خالص. كمان فيها كراكيب كتيره قوي مش لاقيه لها مكان، يعني حتى ما فيش اوضه تالته مثلا ان انا احط فيها الحاجات اللي انا مش عايزاها، او الحاجات اللي انا مثلا مش محتاجاها دلوقتي. فللاسف رتبت الاوضه على قد ما قدرت، ونظمتها على قد ما قدرت. اودي الحاجه دي فين؟ مش عارفه، بفكر احطهم في الصحارة بقى تحت السرير، بس للاسف ما كانش في وقت خالص ان انا احطهم، لان كنت بقى بغير ملاية، وكنت بمسح وبنضف، وقعدت فترة طويلة قوي في الأوضة يعني. كمان تميم اساسا تعبان، فكنت خلاص بقى. ده الستاند القديم خلاص انا هرميه، ودي شنط فيها هدوم بتاعت اياد وتميم، هدوم صغيرة عليهم، فان شاء الله اطلعهم لحد ما يحتاجهم يعني. الهدوم جديدة اقسم بالله. الستاند ده خلاص هرميه، وهوريكم الستاند الجديد اللي انا جبته. يا رب يعمر معايا ولو حتى شهر بس، يعمر معايا، لان تميم اي ستاند جديد هو بيكسرهولي. بصوا بقى، جبته اهو، ده لقيته بقى هنا في الف مسكن جنبي. فاول ما شفت قلت له هاته. انا اصلا اي حاجه في طريقي بحب اشتري اي حاجه في طريقي، يعني انا اساسا مش من النوع اللي انا بحب انزل الحاجه مخصوص اشتريها، لا، في طريقي كده اقوم واخداها وايه وخلاص. ف ده الكلمتين اللي انا كنت حابه اقولهم، لان فعلا يا جماعه يعني بلاقي ناس كتيره، يعني والله العظيم بجد حوالينا نفسيتها مريضه. يعني تحس ان هو ايه، لو شافوا اي حد بيعمل اي حاجه، او اي حاجه كويسه، سيبكم من اي حاجه وحشه، يعني اي حاجه كويسه تلاقي ان هم معترضين. طب انتوا معترضين ليه؟ انتوا في ايه؟ يعني الواحد بيعمل حاجه كويسه، لا، اللي بيعمل حاجة كويسة بيكرهوه في دنيته، اللي بيعمل حاجة وحشة بقى اتفرجوا بقى، بيبقوا منشكحين بيه قوي ومبسوطين بيه قوي، زي الايام اللي احنا فيها دي. اكتر حاجة بقت الناس بتتبسط بيها ومبسوطة بيها جدا المشاكل الزوجية. موضوع حسن شاكوش ومراته ريم اللي طالعين مبهدلين بعض، مش عارفة مين اتجوز ومين طلق، بقى ده شغل الناس الشغلة. اي مشاكل واي قصص واي حواديت، الناس بقت تحب قوي المحتويات اللي ملهاش اي 30 لازمة دي. لازم اطلع اجرس جوزي وافضح نفسي واقول اوسخ حاجة عن حياتي عشان الناس تحبني وتتابعني واتشهر وابقى ترند. ليه يا جماعة؟ ليه؟ لكن ما ينفعش ان انا مثلا الناس تبقى شايفة محتوى محترم محترم
ان انا اكون عامله حاجه محترمه، عامله مغيره حاجه لامي، جايبه حاجه لامي، موضبه حاجه في شقتي. تحس ان هم بالله بيتضايقوا بقى، انت هتعملي حاجه كويسه؟ لا، ده هنكرهك في الدنيا وهنكرهك في نفسك، ما مش هينفع. لكن انا بجد بجد يعني انا مبسوطه قوي قوي ان انا شفت فرحه امي، ان هي اتبسطت بالشقه، وان هي يعني كل ما اروح لها تدعي لي وفعلا انا كل حاجه جات لي بعد موضوع امي ده، كل حاجه جات لي من بعدها خير والله العظيم. يعني انا الحمد لله ربنا عوضني كتير قوي عن الحاجه اللي انا عملتها لماما، لان انا كنت عاملاها لها بنيه صافيه والله العظيم، ولا كنت عاملاها بنيه وحشه، ولا كنت عاملاها بافكار سوداويه. انا كنت عاملاها بكل يعني صفاء نيه وبكل حب، ان انا نفسي بجد بجد افرح امي. وفي نفس الوقت المكان ده احنا عايشين فيه برضو، يعني انا برضو عايشه فيه، يعتبر انا بروح لامي كل اسبوع انا وولادي. فبقعد فيه على الاقل يوم يومين، بقعد عند امي، يعني امي بيتي برضو، ده بيتي وده بيتي. فده برضو ايه، حاجة ليا برضو ولولادي واخواتي وكلنا، لان احنا بنتجمع دايما عند ماما. ف صفوا نيتكم، بلاش دايما سوء النية ده، لان سوء النية ده مش حاجة حلوة خالص. مش عيب ان احنا نقلد بعض في حاجة محترمة وفي حاجة كويسة. لكن بقى واحدة مثلا قلعت الحجاب، واحدة مثلا راحت المصيف، راحت هوب شالت الطرحة، دي بقى واحدة قلدتها، لا ده تقليد وحش، ده تقليد في حاجة وحشة. لكن التقليد في حاجة محترمة وحاجة كويسة عادي، طالما احنا بنقلد في احترام. ده لو تقليد اصلا، يعني انا بقول لكم لو حد افترض ان هو قلد شخص في حاجة كويسة، دي مش حاجة وحشة. انا مثلا واحدة صاحبتي جابت حاجة مثلا في البيت، جهاز في البيت كويس، وجات هي طلعت عملت ريفيو هنا على اليوتيوب، وانا استفدت مثلا من الريفيو ده ورحت اشتريت نفس الجهاز. معنى كده ان انا بقلد الشخص ده؟ لا، انا جبته عشان هي مثلا قالت ان الحاجة دي كويسة. زي ما احنا برضو قبل ما نشتري اي حاجة بنخش نقلب على اليوتيوب ونقلب ونشوف الريفيوهات، ونشوف الحاجة دي كويسة ولا لا، وي 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 عادي يا جماعة. يعني انا بتكلم ليا ولغيري، ما تفترضوش دايما سوء النية، وما تفترضوش دايما الحاجة الوحشة، افترضوا الحاجات الكويسة. افترضي ان انت شفتي محتوى خلاص، ما تفضليش تذكري اسماء ناس تانية في المحتوى ده. ده محتوى بتاعي، ما ذكرتش فيه اشخاص، فما تذكريش انت برضو اشخاص وتفضلي توهمي نفسك بحاجات مش موجودة اصلا. وربنا يدي كل واحد، انا بحب الدعوة دي جدا، ربنا يدي كل واحد على قد نيته، اقسم بالله. الدعوة دي يعني بجد بجد اللي نيته سو وربنا يديله على قد نيته، اللي نيته كويسة ونيته خير ربنا يديله برضو على قد نيته وعلى قد صفاء قلبه، وعلى قد ما هو بني ادم بيحب الخير لغيره، ربنا برضه هيجازيه خير على اللي هو فيه. اللي بيتمنى لحد الخير وبيتمنى لحد الرزق وبيتمنى لحد وبيدعي لحد، ربنا هيكرمه قبل ما يكرم الشخص اللي هو بيدعي له اصلا، هيكرمه هو، طالما هو قلبه طيب وقلبه كويس وان هو بيدعي لغيره وبيتمنى لغيره الخير. الناس السماويه بقى مغل دول ربنا يعينهم على نفسهم اصلا يعني. وبرضه ربنا هيديهم على قد نيتهم وهيجازيهم على قد نيتهم وعلى قد دماغهم. بس المهم بقى ايه، ده كان الروتين بتاعنا. تعالوا بقى اوريكم عملت غدا ايه بسرعة كده. طبعا عملت الغدا معاكم، اللي هي الكبدة الاسكندراني دي عملتها معاكم كتير، فعملتها انا كده مع نفسي وهوريكم برضو شكلها، وهنعملها كده في السندوتشات مع بعض. وخلصت اهو الشقة الحمد لله. وبجد الجو النهاردة غريب، يعني غريب غريب معرفش في ايه، تراب مع في ريحة غريبة في الجو كده مش طبيعية، حاجة غريبة يعني. المهم بقى بصوا الكبدة بقى قطعتها جميل ازاي، عصافيري كده خالص، وكمان حطيت بقى فيها فلفل حراق، هي الكبدة بتحلى بفلفل الحراق الصراحة، والطحينة اهو. ونبتدي بقى نعمل بقى السندوتشات بتاعنا. بحب اكل قوي الكبدة بالفينو الصراحة، يعني اكتر حاجة بحبها. بص بقى نحشي كده بقى في السندوتشات، بجد طعمها كان خرافة خرافة كده. هنبتدي بقى نحط الطحينة، انا بحب طحينة فيها كده زيادة، ممكن تعصري كمان ليمون، بس انا حاطة فيها كل حاجة يعني مش محتاجة. هنزل بقى بالطحينة بتاعتنا، بصوا بقى الطحينة جميلة ازاي. هحشي بقى بقية السندوتشات، لان طبعا الكبدة دي بتاخدي واحد والتاني والتالت
واديله. يا رب الفيديو بقى يكون عجبكم، يكون بسيط كده عليكم، وتكونوا فهمتوا طبعا وجهة نظري. ولو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير، واستنوني فيديوهات تانية كتير. ويلا بالهنا والشفا على قلبكم، ويلا باي باي.